حديث اليوم بتعلق في موضوع احنا كل يوم نحتاجه، بس قبل ما احكي فيه نتذكر شغلة، انه اي واحد منا بيلبس قميص بيقدرش يقعد فيه يومين ثلاث، يعني يمكن اذا ما غيرته بنفس اليوم تتغيره ثاني يوم. لكن الملابس بدها غسيل، ايديك بدها غسيل، كم مرة بتغسل ايديك؟ رجليك بدهم غسيل، اواعيك بدهم غسيل، سيارتك بدها غسيل، الانسان بيغسل وجهه، الانسان بيتغسل هو نفسه. فسؤال، كل ما يحيط بنا، كل ما يحيط فينا يحتاج لغسل. البلاط بده غسيل، حوش البيت بده غسيل، كل شيء حواليك له طريقة للغسيل. بدي أسأل سؤال، طب وصحائف أعمالنا، صحائف أعمالنا بتتسجل فيها أعمالنا وكلماتنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل حرف بيطلع منك، كل تصرف بيطلع منك وبتسجل في. توبوا إلى الله توبة نصوحة. ربنا بيحكي مع الذين آمنوا، بيحكيش مع الناس كلهم، ولا يا بني آدم ولا يا أيها الناس، لا لا لا، هو بيتكلم ربنا فقط مع المؤمنين، بيقول لهم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك والذي نفسي بيده، بيحلف بربنا لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن ربنا بيحب يغفر، ربنا بيحب يغفر، مش ربنا من صفاته أنه غفار؟ صح. طيب ما هو عشان ربنا يكون غفار لازم يغفر، عشان ربنا يغفر لازم يكون في بشر بيخربطوا بيغلطوا، لازم يكون في بشر بيغلطوا عشان يستغفروا الله فيتجلى الله عز وجل بصوت لك هون ووقعك هون وزلت قدمك هون، وإن زادت، لكن ذنب ورا ذنب ورا ذنب، وإن زادت حتى يعلو قلبه ذلك الرين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عينك بتصب القلب، وإذنك بتصب بالقلب، وإيدك بتصب بالقلب، كل حركاتك بتصب في قلبك. فلما يظل قلب معصية ومعصية معصية خلص ما عاد ينغسل. طب والحل؟ الحل كل يوم تستغفر، استغفر واستغفر واستغفر واستغفر، ووقع بالذنب واستغفر، واعصي ربك وبعديها على طول استغفر، بس مش تعصيه بقصد، لا، المقصود كل ما تغلط استغفر الله عز وجل. راح قلبك يظل يغسل يغسل ويغسل، فبتكون نفسك لوامة. شو يعني نفسك لوامة؟ يعني تدرك الصح والغلط، تدرك الصح والغلط، لأنه نور الله عز وجل موجود في القلب. طب إذا أغلطنا هالنور هذا بيجي عليه غباش، فبنستغفر فبرد يطلع النور، فبنظل ملاحظين إنه في نور وفي عتمة، في نور وفي عتمة، لكن ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب لحد ما القلب كله ينطمس. وإذا انطمس القلب ما عاد يشوف نور الله عز وجل. كل واحد منا بحاجة تقعد مع نفسك وتستغفر الله عز وجل، تقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. انت بحاجة تقول رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي وأساتذتي ومن علمني، انت بحاجة كلك تستغفر. ربنا ذكر آية في القرآن الكريم بمدح فيها، بيقول والذين جاءوا من بعدهم، ذكر الصحابة والصالحين والتابعين، بعدين قال لك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كمان وحده، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا في زمننا ربنا إنك رؤوف رحيم. لو ربنا بده يرأف بحالك بخلي قلبك خالي من الغل والحقد والحسد والسواد على المؤمنين. لو ربنا بده يرحمك بخلي دائما على لسانك استغفر الله، عشان هيك دائما وأبدا خلي إلك ورد وواجب ووظيفة إنك كل يوم تستغفر الله عز وجل عدد معين، ما تنزلش عنه بس تزيد عليه. أنا بستغفر كل يوم 500 مرة، تعبان زعلان نعسان جوعان في 500 مرة، لكن جتني همة يمكن يصيروا 1000، فترة همتي بنزلش عن 500. هذا بنسميه الأوراد، الواجبات، الأوراد اليومية. كلنا بنقول ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.